شهدت طائرة قادمة من أمستردام إلى مطار النافور مساء يوم الأحد حالة من الفزع والخوف بين الركاب بعد تعرضها لحادث غير متوقع أثناء الهبوط. فقد أدى كثافة الضباب إلى صعوبة الرؤية، مما دفع الطيار إلى اتخاذ قرار بالهبوط رغم الظروف الجوية الصعبة. وبسبب الضباب الكثيف وعدم وضوح الرؤية، كان من المفترض أن تقوم الطائرة بتغيير مكان الهبوط، إلا أن الطيار قرر عدم المغامرة أكثر وواصل الهبوط في مطار العروي. وبسبب ذلك انفجر أحد إطارات الطائرة أثناء محاولتها التوقف على المدرج، مما أدى إلى حالة من الفزع بين الركاب. الحادثة لم تؤثر فقط على ركاب الطائرة، بل أربكت أيضا المسافرين الآخرين الذين كانوا يستعدون للسفر من مطار العروي نحو إسبانيا، وبالضبط إلى مايوركا، حيث تسببت الحادثة في تأخيرات وإرباك في الرحلات اللاحقة، مما أعاق سفرهم. في الوقت الحالي تخضع الطائرة لمجموعة من الإصلاحات الفنية جراء الحادثة، بينما تواصل السلطات المختصة التحقيق في الحادث لتحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى وقوعه.